أما بالنسبة لمسألة وضع الطير عند المدرب ويحصل التلف في الطير أو ضياع أو شيء، هذه قاعدة عند العلماء تسمى قاعدة ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. فإذا أذن المالك للمدرب أن يدرب الطير فحصل منه الخطأ من غير تعدي منه ولا تفريط، والرجل معروف بحسن التدبير والتدريب، فلا يضمن. وذكر العلماء أمثلة لهذا، مثل ما يكون الطبيب اللي معروف بالطب، ليس الطبيب الذي يتطبب في الناس، هذا يضمن في جميع الأحوال. أما الطبيب الذي يعرف الطب وتحصل له من الأخطاء الطبية في المريض، العلماء يفتون بأنه لا يضمن، لأنه ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. ومثله في مثل هذه المسألة، أن المدرب إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط وحصل منه النسيان أو حصل في الطير شيء هو لا يريده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لمسألة كتابة الاسم وبه لفظ الجلالة مثل عبد الله وعبد الرحمن وجعله في حجل الطير، لا شك أن هذا لا ينبغي. نص الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على تحريم لبس ما فيه لفظ الجلالة، قال لأن هذا يعرضه للامتهان، أي يعرض اسم الجلالة الذي من حقه التعظيم. ولا شك أن إذا كان هذا في بني آدم الذي يعقل ويحفظ، فكيف في البهيمة التي لا تعقل ولا تحفظ هذا الاسم الذي من حقه التعظيم؟ فلا شك أنه يتعرض للامتهان بالاتساخ والدم وغير ذلك من النجاسات أحيانا. والحمد لله في دين الله سعة، فينتقل إلى بدل من الاسم الذي يكون فيه لفظ الجلالة إلى أي من الكنية ولا الألقاب، فيختار من الكنى ولا الألقاب التي يشتهر بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لمسألة احتراق المربض، وهل صاحب المربض يضمن ويتحمل ما حصل، الفقهاء رحمهم الله يقسمون الأجير إلى أجير خاص وأجير مشترك. والأجير الخاص هو مثل السواق ومثل الخادمة، وأما الأجير المشترك فهو مثل الخياط الذي يتقبل عملك ويتقبل عمل غيرك، فيخيط لك ويخيط لغيرك، مثل راعي المربض يستقبل طيورك وطيور غيرك. فهو في المسمى الفقهي يسمونه الأجير المشترك. والأجير المشترك هذا الذي وضعت طيرك عنده بإذنك، فهو ليس غاصب حتى يترتب عليه الضمان، ويده يد أمينة ليست بيد متعدية. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين، بأن أصحاب ما يسمون بالأجراء الأجير المشترك لا يضمن إلا ما حصل من التعدي والتفريط منه، والتعدي في الاستعمال والتفريط في الإهمال. فإذا سلم صاحب المربض من هذين، من التعدي والتفريط، ولا لوم عليه، مثل ما حصل الآن من الحريق حصل بغير تعدي منه ولا تفريط وإهمال، بأن يرى الأسلاك تالفة ويتركها، ما دام أنه ما تعدى ولا فرط لا يضمن. أما الله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد انتشر مقطع لفضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان بفتوى مفادها عدم جواز بيع الصقور. وهذه المسألة مسألة خلافية حتى في مذهب الحنابلة، مع أن الرواية المعتمدة والتي نص عليها الفقهاء في كتبهم، كما في زاد المستقنع في اختصار المقنع حينما قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد. فكأن سباع البهائم على قسمين، قسم يصلح للصيد وقسم لا يصلح للصيد. فعلق الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع على زاد المستقنع قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد أي يجوز بيعها. وقال رحمه الله: وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه، لأنه يباع لمنفعة مباحة. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كما في موقعه الرسمي في حكم اقتناء الطيور التي لا تؤكل، فقال رحمه الله: إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين، إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها. وحتى في اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة الفتوى رقم 21908 ورد على اللجنة سؤال
إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة، بحيث نضع لها فخا وشبكا وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها واستخدمنا بعضها في الصيد. وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم. فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة سواء داخل حدود الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وثابكم الله. فأجابت اللجنة: لا بأس بإمساك الصقور في الحرم وغيره، لأنها محرمة الأكل، والصيد المحرم إمساكه في حدود الحرم هو الذي يباح أكله، فهي محرمة الأكل وليست من الصيد. ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد، وبيعها للاصطياد بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، والشيخ عبد الله الغديان، وأيضا حتى الشيخ صالح الفوزان أوقع على هذه الفتوى. فهذا يدل على أن هذاك الموقف إن له رأي شخصي، وتوقيعه هنا في اللجنة إما أن يكون له رأي سابق، أو أنه لا يريد إظهار المخالفة احتراما للجنة والمفتي العام. فعموما المسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم في جواز بيع الصقور. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مسألة طرح الصقور في حدود الحرم، سواء كان الحرم المكي أو الحرم المدني، فلا شك في جوازه، ولو أن المسألة خلافية. والصيد الذي ينهى عنه المحرم أو ينهى عنه في داخل الحرم، الصيد هو الحيوان المتوحش طبعا، المباح أكله غير مملوك ولا مقدور عليه. أما الصقور التي هي غير مأكولة اللحم، فلا شك أنه يجوز طرح الصقور داخل حدود الحرم، سواء كان الحرم المكي أو الحرم المدني، ولو وضع له حمامة، لأن الحمام هذا لا يسمى يعني متوحش طبعا، هذا أليف يؤلف. وبالنسبة للمسألة هذه، وردت على اللجنة الدائمة في فتوى برقم 21908 سائل يسأل: إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة، بحيث نضع لها فخا وشبكة وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها أو استخدمنا بعضها في الصيد. وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم. فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة داخل الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وثابكم الله. هذا السؤال وارد على اللجنة الدائمة، وكان الجواب برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان أنه لا بأس بإمساك الصقور في الحرم وغيره، لأنها محرمة الأكل وليست من الصيد، ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكا لأحد، وبيعها للاصطياد بها، لأن الله تعالى قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت فتوى اللجنة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسأل الكثير من إخواننا الصقاقير عن حكم الدعو بالحمام الحي، متى يجوز ومتى يحرم. وهذه المسألة منتشرة بين إخواننا الصقاقير كثيرا، ومجمل كلام أهل العلم رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم أن الأصل إن الله يعني كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالأمر بالرفق بالحيوان هذا ما يعني أمر مشهور في الشريعة، وكذلك النهي عن تعذيبه. فالأصل المنع من الدعو بالحمام الحي إذا وجد البديل، فإذا وجد البديل لا شك أنه نصير إلى البديل ونترك الدعو بالحمام الحي، ولا يلجأ إلى الحمام الحي إلا لأسباب، منها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان من باب مصلحة الصيد، فمصلحة الصيد مصلحة للإنسان، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان. فانظروا إلى جواز وسم الإبل، مع أن فيه نوع تعذيب
ولكن لمصلحة الحيوان، لمصلحة الإنسان قدمت على مصلحة الحيوان. وكذلك الخصي من الخرفان، والخصي نوع من أنواع التعذيب، ولكن لما فيه من التسمين أو أي مآرب أخرى فقدمت مصلحة الإنسان على مصلحة الحيوان. فكل ما كان من مصلحة الصيد، حتى نتف الحمام وتخفيف الريش وإطلاقه من أجل تدريب الطير وكسب اللياقة، أو تعليم التفاريخ والجيرات فنون الروغان والصيد والتعليق، فكل هذا يعني من باب مصلحة الصيد. لا شك أن مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان. وربط الحمامة قد يحتاج فيه في تنزيل الوحش، وكذلك في حالة شبك الطير الوحش، وكذلك أيضا من الأسباب حفظ المال، خوفك على الطير أنه يبعد أو يطرد وراء الحمام إذا كنت تدعو بالشلو وهو يرى الحمام اللي يطير، وخصوصا إذا كنت مجاور للأماكن المحظورة والمناطق الممنوعة. يعني لا شك في مثل هذه الأحوال تنزل الحاجات هذه منزلة الضرورة، وحين ذلك يكون الضرورات مبيحة للمحظورات، حيث لا بديل لدي من جذب الطير. فهذه يعني من الأمور التي يجدر التنبيه عليها، ويشكر إخواننا الصقاقير عن التطلع والبحث عن أحكام الشريعة، فهذا من قمة التعبد والأدب مع الله ودينه. فنسأل الله عز وجل لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن، أما بالنسبة يعني شوف الطير إذا ما زال بالهواء، العلماء يقولون فهو لمن أول من وجده، من حديث من سبق إلى شيء فهو أحق به، أنا أحق به لأني أول من لقيته، هذا كالشرع. أما إذا كان الطير بالهواء والناس كلهم شافوه اللي موجودين، خلاص كل يحذف في الزريقة، واللي تصيده اللي شبكه هو له، لأن هذه المباحات اللي في الهواء اللي الناس فيها شركاء ما يملكها أحد إلا بالحيازة والإمساك ووضع اليد عليها. فإذا كان عند الجميع كل الناس يشوفونه فهو لمن مسكه، وإن كانوا جروب فهم شركاء فيه. أما أني أنا أكون اللي وجدت الطير أول ثم بعدين جووني ذولي، لا، أنا أول من وجدت الحق لي، من سبق إلى شيء فهو حق به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مسألة تقطيع الأحبال الصوتية للطير المعروف بالصيحة من المسائل المعاصرة والنوازل المستجدة، وقرر العلماء أن ما فيه مصلحة إما أن تعود للصقار نفسه، وإما أن تعود لمصلحة الصقور البقية حتى لا تتعود الصيحة، فإن هذا جائز من أجل هذه المصلحة، بشرط أن لا يكون فيها تعذيب للبهيمة. والعمليات تجرى من دون مضرة ولا تعذيب للحيوان، وإن كان نوع تعذيب فيه مصلحة هو جائز في الشريعة، كما يحصل في وسم الإبل وغيرها من البهائم، وكما يحصل أيضا في الخصاء. فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الخصاء جائز إذا كان فيه مصلحة، وقيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة. ويجدر التنبيه أن إذا حصل بيع للطير أن يذكر هذا العيب بأنه كان فيه صيحة وقطعت أحبالها الصوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مسألة قول البائع في بيعة الطير يقول أبيعك كومة ريش، أو كما يقال سكر في ماء، أو شوفة عينك طير على وكر، أو أبيعك طير مجهول، هذه العبارات حمالة أوجه، ومن منطلقها واعتمادا عليها اعتمد
وانطلق ضعيفي الدين وطماعة المال واللي ما عندهم ذمة. وهي مسألة معروفة عند الفقهاء، مسألة البراءة من كل عيب، كأنه يشترط على المشتري أني ترى بريء من كل عيب، فكأنه يقول أنا بريء من كل عيب في الطير. ويظن المسكين بمثل هذا الكلام والعبارات أن براءة ذمته وتملص من المسؤولية الشرعية. وخلاصة ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وأهل العلم في مسألة وجود العيب في السلعة بعد الاشتراط أو ما يدل على الاشتراط أنه بريء من كل عيب فيه، أن هذا على تفصيل. الحالة الأولى إن كان يعلم المشتري بالعيب اللي في الطير، أو كان العيب ظاهر بين، إن كان يعلم المشتري بذلك قبل الشراء فلا حق له في الرد، وتبرأ ذمة البائع، لأن المشتري اشتراه على بصيرة وقد أسقط حقه برضاه. وأما الحالة الثانية إن كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد ما شرى الطير، فهنا العلماء قالوا نرجع للبائع، هل كان يعلم بالعيوب اللي في الطير وغش المشتري وأخفى العيوب عنه؟ ففي هذه الحالة ما تنفع هذه الكلمات، لأنه يعلم بالعيوب، فلا تبرأ ذمة البائع، وللمشتري حق شرعي في استرجاع ماله. وأما إذا كان البائع لم يغش المشتري ولا يعلم عن الطير أي شيء من العيوب، ففي هذه الحالة إذا اشترط البائع وهو لا يعلم عيب في الطير، اشترط على المشتري أبيع كومة ريش وأنا بريء من عيوبه إن كانت فيه عيوب، وقبل المشتري ذلك، فقضاء الصحابة رضوان الله عليهم أن البائع بريء الذمة، لأن المشتري قد أسقط حقه في المطالبة ورضي بذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مسألة قول البائع في بيعة الطير يقول أبيعك كومة ريش، أو كما يقال سكر في ماء، أو شوفة عينك طير على وكر، أو أبيعك طير مجهول، هذه العبارات حمالة توجه، ومن منطلقها واعتمادا عليها اعتمد وانطلق ضعيفي الدين وطماعة المال واللي ما عندهم ذمة. وهي مسألة معروفة عند الفقهاء، مسألة البراءة من كل عيب، كأنه يشترط على المشتري أني ترى بريء من كل عيب، فكأنه يقول أنا بريء من كل عيب في الطير. ويظن المسكين بمثل هذا الكلام والعبارات أن براءة ذمته وتملص من المسؤولية الشرعية. وخلاصة ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وأهل العلم في مسألة وجود العيب في السلعة بعد الاشتراط أو ما يدل على الاشتراط أنه بريء من كل عيب فيه، أن هذا على تفصيل. الحالة الأولى إن كان يعلم المشتري بالعيب اللي في الطير، أو كان العيب ظاهر بين، إن كان يعلم المشتري بذلك قبل الشراء فلا حق له في الرد، وتبرأ ذمة البائع، لأن المشتري اشتراه على بصيرة وقد أسقط
حقه برضاه. وأما الحالة الثانية، إن كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد ما شرى الطير، فهنا العلماء قالوا نرجع للبائع، هل كان يعلم بالعيوب اللي في الطير وغش المشتري وأخفى العيوب عنه؟ ففي هذه الحالة ما تنفع هذه الكلمات، لأنه يعلم بالعيوب، فلا تبرأ ذمة البائع، وللمشتري حق شرعي في استرجاع ماله. وأما إذا كان البائع لم يغش المشتري ولا يعلم عن الطير أي شيء من العيوب، ففي هذه الحالة إذا اشترط البائع وهو لا يعلم عيب في الطير، اشترط على المشتري أبيع كومة ريش وأنا بريء من عيوبه إن كانت فيه عيوب، وقبل المشتري ذلك، فقضاء الصحابة رضوان الله عليهم أن البائع بريء الذمة، لأن المشتري قد أسقط حقه في المطالبة ورضي بذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مسألة ضياع الطير الربيب وقرنسته خلا من المسائل المهمة التي دخل عليها وللأسف من الأعراف المخالفة للشريعة مثل ما دخل على غيرها من المسائل. يقولون إذا قرنس الطير الربيب خلا ما يرجع لصاحبه، وكأن انفكت الملكية بضياعه منه، وهذا من العجائب، لأن الأصل في الشريعة بقى ما كان على ما كان، فالمملوك مملوك لا ينفك من صاحبه بضياعه ولو طالت المدة، ولا تزول ملكيته له بضياعه. منظر إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل، والإبل من الضوال التي تعيش بنفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الكلى حتى يجدها ربها. ربها أي صاحبها. شوف، قال حتى يجدها ربها، ما حددها بمدة وزمن. لو إن شاء الله 10 سنين تضيع يجب أن ترد لصاحبها. وانتقالها من أرض إلى أرض كلام عجيب يقولونه، ألا يعلمون أن الأرض أرض الله والحكم حكمه سبحانه؟ وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ومن عجيب ما قرأته في كتاب مطالب أولي النهى، وهو من الكتب المعتمدة عند العلماء رحم الله العلماء، ما تركوا شيء، حينما قال وسئل عن باز أو صقر، يقصد الإمام أحمد، وسئل عن باز أو صقر ذهب عن صاحبه فدعاه فلم يجبه، ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام، فأتى قرية فسقط على حائط، يقصدون البستان، فدعاه رجل فأجابه، يعني ربيب. يعني ما العمل؟ كانهم يسألون الإمام أحمد، قال يرده على صاحبه. فسألوه عن مسألة أخرى، قيل له فإن دعاه فلم يجبه، مثل ما يقولون تنكر واستوحش. قيل له أي للإمام أحمد فإن دعاه فلم يجبه فنصب له شركا فصاده به، قال يرده على صاحبه، يعني سواء كان متنكر ولا مو متنكر. قال ابن قدامة يقول فجعل أي الإمام أحمد هذا الطير في حال كونه ربيب أو توحش، قال فجعل أي الإمام أحمد هذا لصاحبه لأنه قد ملكه فلم يزل ملكه منه بذهابه عنه. ثم قال رحمه الله لأن هذا فيما علم أنه قد كان مملوكا لإنسان فذهب ضاع، ويعلم هذا بالخبر
أي الإعلان أن طيري ضايع، أو بوجود ما يدل على الملك فيه مثل وجود السير في رجله، أو آثار التعلم مثل استجابته للذي يدعوه ونحو ذلك. وهذا يدلك على أن الفقهاء رحمه الله ما تركوا شيء، لأن الأصل بقاء الملك، فكيف تزول الملك عنه؟ ومن المصيبة نسأل الله العافية، وكيف يهون عليه يعني هذا الذي يأكل مال المسلم بغير حق. وانظروا كيف زين لهم الشيطان سوء عملهم بهذه الأعراف الفاسدة والحيل الملتوية. يأتي بصورة من باب الذمة وهو ما عرف معنى الذمة بحق. يقول بعضهم نسأل الله السلامة والعافية: من حق راعي الطير أن يدخل مزاد على طيره الوحش اللي انطرح له، وإذا وقف المزاد على قيمة قالوا هو أولى بطيره، يدفع القيمة اللي وقف عليها المزاد ويأخذه. نعوذ بالله من الظلم، يزاود على ملكه. أين عقول هؤلاء؟ نسأل الله السلامة. الله يهدي ضال المسلمين ويرحمنا وإياهم أجمعين. واعلموا أنه لا يحل في مثل هذه الصور إلا حالة واحدة، وهي إذا علمنا علم اليقين بأن هذا الطير قد فكه صاحبه وأعتقه رغبة عنه، ففي هذه الحالة إذا صاده إنسان آخر ملكه. واعلموا أنه لا يحل في مثل هذه الصور إلا حالتين: الحالة الأولى أن أعطاك إياه راعي الطير، أو في حال أن نعلم علم اليقين أن هذا الطير قد أعتق راعيه وفكه رغبة عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن مسألة الإقضابة وأخذ المال في مقابل الإقضابة للطير الضايع من صاحبه، قد تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن ذلك لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن ذلك ما يسمى بالإقضابة. ومن جهة الفقهاء قالوا رحمهم الله تعالى: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا من غير عقد يعني لم يستحق عوض، أي عوض مالي. فيكون هذا الذي رد اللقطة ورد الضالة وعمل لغيره عمل من غير اتفاق، يعتبر هذا تبرع منه وإحسان، وهو مأجور عند الله، يقال له أجرك على الله. ولو فتح الباب بأخذ المال من الناس في مقابل رد اللقطة ورد الضالة، ولا أني أعمل عمل ما بيني وبينك أي اتفاق، لكان فتحنا باب عظيم في أكل أموال الناس بالباطل. هذا تصنيفه في الفقه. ومن ذلك رد الطيور هذه الضائعة. فكيف تلزم الشخص بالإقضابة وبالأجرة المالية وهو ليس بملزوم شرعا، لأن هذا ملكه، واصلا الواجب عليك رده لصاحبه. ولكن للأسف أن من الناس في هذا الباب يتحايل على الشريعة من ضعف الدين والطمع في المال، يلزم صاحب الطير بالإقضابة، يقول طيرك ضايع وأنا قضبته، وهذا هو السلم وهذا هو العرف، مع أنه عرف فاسد ومخالف للشريعة. ومن جهة أخرى بعض الناس عنده تحايل، يقضب الطير ويخشه، ينتظر حتى يحن راعي الطير لطيره فيعلن بالبشارة، يقول: من يجد طيري فله كذا وكذا من المال، يظهر في هذه اللحظة حتى يظن المسكين أن هذا المال اللي ياخذه
حلال بعد البشارة، وهذا من التلاعب على الشريعة وأكل أموال الناس بالحرام. ولم يجز الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذ المال على قضابة الطير إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا أعطاك من طيب نفس منه، وثانيا لو سمعت بالبشارة لمن يقضب الطير وأعلن الرجل من وجد طيري فله كذا، فوجدته بعد الإعلان والعلم به، يلتزم صاحب الطير بالبشارة التي أعلن عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن مما كثر النزاع فيه مسألة ضياع الطير الوحش إذا ضاع وهو عالق فصاده شخص آخر، فهل هو له أم هو للأول صاحب الشبكة والزريق، وغير ذلك من مسائل صيود البر والبحر. فمن وجد أرنب أو غيره في فخ هل هو له أم لصاحب الفخ؟ وكذلك من وجد سمكة في غزل وشبكة في البحر هل هي له أم لصاحب الغزل والشبكة؟ وقبل الجواب والدخول في المسألة لا بد من ذكر مقدمات، وهي: أولا، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الشريعة مقدمة على كل أحد، وعرف الشريعة مقدم على أعراف الناس، فلا يقل هذا عرف الشيبان أو عرف الناس، لأن الواجب هو سؤال أهل العلم فيما أشكل علينا. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمقدمة الثانية أن صيود البر والبحر من الأمور المباحة للجميع، والناس فيها شركاء كغيرها من المباحات، فلا تملك كما ذكر أهل العلم إلا بالحيازة والإمساك ووضع اليد عليها. فصيد الوحوش وصيد البر وصيد البحر كله مباح للجميع، الكل يتتبعه والكل يبحث عنه، ولا يملكه إلا من صاده وحازه وأمسكه. والقاعدة أو المقدمة الثالثة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالمملوك مملوك والمباح مباح، فالمملوك يرد إلى صاحبه، والمباح الناس فيه شركاء، هو لمن صاده ووجده. والعلماء ذكروا أحوال في الصيد، فقالوا: الحالة الأولى إذا أثبته وأمسكه بآلته كالشبكة فالحكم أنه له وملكه. والحالة الثانية إن لم يثبته ويمسكه بشبكته وآلته، أو كما يقال عندنا فرط فلان الوحش، فلو صاده غيره لا يكون له، بل هو لمن وجده وأمسكه. والحالة الثالثة وهي مسألتنا: إن أخذ الشبكة وذهب بها الوحش فصاده إنسان، هل يملكه
العلماء ذكروا أن هذه الحالة تكون على قسمين. القسم الأول إما أن يكون حينما يضيع الوحش يكون على وجه يمكنه التخلص ويعيش بنفسه ولا يستطيع إمساكه إلا بوسيلة كطراد مثلا، أو يوافقه الحظ بأن يعلق في شجرة أو شبك. فهو لمن في هذه الحالة؟ يقول العلماء هو لمن مسكه ووجده. فلو وجده شخص آخر ملكه الثاني. وبالنسبة للشبكة والزريق فهذه مملوكة يردها لصاحبها. فتكون هذه الحالة حالة أن يضيع الطير الوحش بدون ثقالة أو ما يسمى بالطلق، فيكون على وجه يمكنه التخلص ويمكنه الامتناع عن الناس، ولا يستطيع الصائد إمساكه إلا بوسيلة كطراد، أو يوافقه الحظ بأن يعلق في شجرة ولا في شبك. فهذا له لمن وجده. والحالة الثانية أن يكون على وجه لا يمكنه التخلص بأن يطير بثقالة، والثقالة تأخذ به يعني مسافة، أو يجد الوحش عالق وقد أمسكه وأثبته طير طراد. فقال العلماء إذا كان في الطير الوحش ثقالة أو قد أمسكه طراد وأثبته فهو لصاحب الشبكة وصاحب الطراد، لأنه هو الذي أمسكه وجعله على وجه لا يمكنه التخلص من الناس ولا يمتنع ويعيش بنفسه، فهو ملك له. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وجزاكم الله خير، والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد كثر الكلام على مسألة الهدد على الحويمة وغيرها من طيور البحر مثلا كالنورس أو ما يسمى بالصلال، أو الهدد على الغربان. فكل هذه الأنواع غير مقصودة للأكل في عادة الناس، وسواء كانت جارحة أم لا. والجواب على هذه المسألة مبني على مقدمات ونتيجة. أول هذه المقدمات حتى يتضح الجواب أن الله خلق لنا ما على الأرض جميعا، وهذا من تكريم الله لبني آدم، حتى قال عز وجل هو الذي خلق لكم، تأمل، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلم يمنعنا ونحن في باب المقناص والصيد إلا مما نهانا عن قتله أو صيده من باب اللهو والعبث، يصاد ويرمى، هذا حرام. وإلا المأمور بقتله مثل الغراب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب في الحل والحرم، فلا كلام في الهدد عليه لأنه هو مأمور بقتله أصلا. والأمر المقدمة الثانية أن الله عز وجل ذكر التعليم للجوارح كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح، ولم يذكر لنا حدود التعليم، لأن هذا راجع إلى
أعراف الناس، وكل بخبرته يعلم. ومنطلق هذه المقدمة الثانية تجرنا للمقدمة الثالثة، وهي أن المقصود الأعظم هو مصلحة الصيد. ولا يشك أي صقار على أن الهدد على الحويمة وغيرها من الطيور، يعني ذات الأحجام الكبيرة أو الشبيهة بالحبارة، لا يشك صقار أن هذا فيه مصلحة راجعة، إما للياقة حق الطير، وإما للشجاعة وغير ذلك من المصالح. والمقدمة الرابعة وهي الأخيرة، ما دام فيها منفعة سواء كانت راجعة للطير أو كانت المنفعة راجعة لراعي الطير، فمن الصعب تحريم ذلك. فتكون النتيجة إذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن النتيجة بعد هذه المقدمات الأربع أن ذلك جائز وخالي من أي محاذير شرعية. وقد سألنا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأجابوا بالجواز. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن كثير من إخواننا الصقاقير يسأل عن مرش الصقر أو ما يسمى بذرق الصقر. والقاعدة عند الفقهاء أن الحيوانات والطيور منقسمة إلى قسمين، فإن كان هذا الحيوان أو هذا الطائر مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، فالدجاج والحمام والإبل والأرانب والغنم فبولها وروثها طاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى العرنيين حينما أصابتهم الحمى أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، وهذا يدل على طهارة أبوالها وروثها. وأما الحيوان أو الطائر غير مأكول اللحم فإن بوله وروثه نجس. وعلى هذا يكون الجواب عن ذرق الصقر أن ذرق الصقر نجس، لأن الصقر غير مأكول اللحم. وقد سئل الشيخ عبد الله البابطين مفتي الديار النجدية كما في الدرر السنية عن ذرق الصقر، فأجاب بقوله رحمه الله، قال: وأما ذرق الصقر فإنه نجس، ولكن يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن مقتني هذا الحيوان وأمثاله لا يكاد يسلم منه، فعفي عن يسيره كالدم. فالمرش إذا كان يسير مثل النقطة والنقطتين فهذا والثلاثة فهذا معفو عنه، فاليسير معفو عنه. وأما المرش الذي يزيد على ذلك فلا شك أنه نجس، ولا تجوز الصلاة والحالة في ثوبه هكذا. وهذا بالنسبة لبول وروث ما يخص الصقر. وأما ما يخرج منه من فمه كاللعاب والروباج أو ما يقذف فهذا ليس بنجس بل هو طاهر، وإن الحكم قاصر على ما يخرج من البول أو الروث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ عبد المحسن، في مسألة ودي أنشدك عنها. تفضل. يا شيخ، يعني عندنا مسألة يعني تنازع فيها الصقاقير وشباكة الطيور.
نعم. يقولون الطير اللي فيه حجل، يعني معنى رقم واسم يدل على راعيه، إذا هاجر ودار عليه الحول وثم بعدين تم اصطياده، يقولون خلاص ما لراعيه حق فيه ما دام انه هاجر. ويقولون ان هذا مشوا عليه، يعني عرف مشوا عليه من سنين، يقولون العرف قال كذا. ومن الناس يقولون لا هذا ما يجوز، هذا ما دام انه في الطير علامه الراعي يكون له حتى لو هو بعد سنين الطير لراعي. فافتونا ماجورين جزاك الله خير. الطير اللي ملك صاحبه لا يزول ملكه بضياعه، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الطير لا يزول ملكه عن صاحبه، إلا أنه لا يجوز بيعه وهو في الهواء غير مقدور عليه، إلا إذا كان من المعروف أنه يعود دائما إلى مكانه. ومسألة الأحكام العرفية إذا خالفت الشرع فلا عبرة بها، فالحكم إنما هو بشريعة الله عز وجل وليس بالأعراف، إنما يرجع إلى العرف كما قال الله عز وجل وأمر بالعرف. إنما يرجع إلى العرف عند عدم تقدير الشارع للشيء، فيرجع إلى العرف في تقديره، وترك الشارع التقدير إلى أعراف الناس. لكن الحكم في الأصل لا يجوز أن يكون بالعرف، بل لا يحكم إلا بالشريعة، والشريعة لا يزول ملك الإنسان عن طيره ولا عن أي شيء يملكه بضياعه وفقده، حتى لو طال الزمن يا شيخ. حتى لو طال الزمن، العبد الآبق، الطير أيضا اللي ضل عن صاحبه إلى غير ذلك، كل هذه لا عبرة بالعرف فيها، بل العبرة بحكم الشريعة أن هذا هو ملك لهذا الشخص ولا يزول ملكه بذهابه ولا بإباقه ولا بضياعه لهذا الشخص، ولا يزول ملكه بذهابه ولا بإباقه ولا بضياعه، والله أعلم. وبعضهم يا شيخ يحد الرجال إذا صادوا الطير قالوا تعال تشتريه أنت الحين من عرض اللي يسومونه. كيف ملكه ويشتريه؟ اي والله يحدونه يا شيخ على انه يشتريه ويدفع قيام كبيره فيه. هذا ظلم، هذا ظلم. نسأل الله السلامه والعافيه. نعم. الله يكتب اجرك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك. نفع الله بك يا شيخ، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخنا الشيخ عبد المحسن العبيكان؟ خير الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الشيخ عبد المحسن، عندنا يعني في هوايتنا اللي نمارسها في صيد الصقور، أحيانا بعض الإخوة يلقى لها نوع من أنواع البوم يسمى بالحويمة، ومصلحة كل صقار في الهدد على هذا الطير منها لياقة للطير، ومنها في نفس الوقت يكسب الطير جرأة، وفي نفس الوقت بعد كذلك ان هذا قريب من الإحبارة اللي هي من مهنة الصقار في صيده. فاللي نبي نعرف منها يا شيخ ان كثر الكلام حتى في الانستغرام وفي يعني حلقات التواصل ان الهدد على مثل هذا ما يجوز لأنه ليس بصيد ولا مأمور بقتله، فهل هذا الكلام صحيح أو ما هو يعني حكمة الشريعة؟ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لهذا الطير، هل إذا قتل يستفاد من لحمه؟ اي نعم، حنا نعلف منه الطير والباقي ما نرميه، نعلف فيه الطيور الباقية. ما دام الحال ما ذكرت فأنه يعلف بالطيور ويستفاد منه، فهذا لا يدخل في النهي عن قتل الحيوان من باب العبث واللعب وإضاعة المال ونحو ذلك، هذا لا بأس به، لا حرج ما دام أنه
الله يكتب أجرك يا شيخ عبد المحسن. الله يبارك فيك ويحفظكم. الله يوفقك يا شيخ عبد المحسن. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.